عايش الدور ومحدش يعرف يكلمه. فرج أباظة جوز بنت عمر سليمان، وخناقته مع الجنزوري المتورط في حفلة اغتصاب قضية الفيرمونت. هدد أحمد الجنزوري وقال له: ولا أنت ولا أدخن تخين في البلد يعرف يقرب لي. أبوه عمدة وإخواته عندهم فنادق ومطاعم في كل حتة في مصر، وثروته 250 مليون دولار. أبوه الدكتور مصطفى أباظة عمدة العيلة الأباظية الكبيرة، وأمه اسمها ابتسام وهي ست بيت ومش بتظهر كتير على الميديا. فرج اتولد في السبعينات وعاش طفولة كلها دلع لأنه الابن البكري وأول ما شافت العين، ومن صغره عايش بين ولاد الكبار والأغنياء في نادي الجزيرة، وكان من طلاب المدرسة الألمانية في الدقي. أبوه بدأ الإمبراطورية بتاعته عن طريق شركة كاراميكو للمقاولات واللي كان بيديرها، وواحدة واحدة دخل مع كبار رجال الأعمال وأخد امتيازات خلته واحد من رجال الأعمال الكبار. معاملته وشغله مع ناس زي نجيب ساويرس. وعلى الناحية التانية كان ابنه فرج كبر ودخل المدرسة، ودماغه ما كانتش زي أبوه خالص، وما كانش بيفكر في البيزنس، كان كل تفكيره في السهر والخروجات. بيحب الحياة يعني زي أي شاب، ومش عاوز يدخل حياة المسؤوليات بتاعة أبوه. بس فجأة أبوه جابه وقال له: لازم تمسك شغلي لأنك الكبير، والفلوس دي كلها هتبقى مسؤوليتك، ولازم تاخد بالك منها أنت وإخواتك فايز وريم. وبعد التخرج اشتغل فرج مع أبوه، وبقى يدخل في شراكات في كل حاجة تقابله، كافيهات ومطاعم وشركات إنشاء، إن شاء الله حتى محلات آيس كريم. وبعد ما خد وضعه في الشغل بفترة قابل داليا عمر سليمان واتعرف عليها وحبها، وهي كمان حبته. وكان في الوقت ده باباها لسه في المخابرات العامة، وطبعا كلنا عارفين اللي هو عمر سليمان اللي كان قائد عسكري ممتاز ومساعد رئيس الجمهورية سابقا. وتوفى عمر سليمان في 19 يوليو سنة 2012 بنوبة قلبية. اتجوز فرج داليا وخلف منها يوسف وإسماعيل، وفتح شركة استيراد وتصدير بقت من أهم شركاته. أما أخواته حسن وفايز عندهم كافيهات ومطاعم في كل مكان في مصر، ومن أشهر الأماكن اللي بيمتلكوها مطعم في الشيخ زايد وأكتر من أوتيل في الساحل الشمالي، وشراكات مع كبارات البلد في كل حاجة. سهرات فرج كلها دايما بتكون مع المشاهير، وأقرب صحابه نجيب ساويرس وعمرو دياب، ورجل الأعمال محمد فاروق وشيكو ونجلاء بدر، وكل الممثلين ولاعيبة الكورة زي محمود كهربا وصالح جمعة. وبيعشق محمد صلاح وبيسهر معاهم من زمان جدا، وتقريبا كده فرج لحد دلوقتي زي ما هو بيحب الحياة. هيعمل ايه بقى؟ ما الطبع غلاب. شركته وشغله رقم 2 عنده بعد مزاجه، أهم حاجة إن هو يكون مبسوط. فرج كان عنده أخت اسمها ريم وتوفت 2007 في حادثة على طريق الساحل الشمالي وهي راجعة مع خطيبها في العربية، وبسبب الحادثة دي الأسرة كلها كانت منهارة. ودي بقى كانت صدمتهم التانية بعد موت العمدة مصطفى أباظة اللي حزنت عليه مصر بحالها. ومن سنتين كده كلنا شفنا فيديو طلع ترند في الساحل لمعظم الحفلات اللي فيها أحمد الجنزوري، واللي كان متهم في قضية حفلة اغتصاب بنات الفيرمونت لما كان بيصور فرج وهو في حالة عصبية شديدة، وكان بيشتمه بأفظع الشتايم بسبب خلاف بينهم على إنه يدخل مكان من الأماكن اللي تبعه. وفرج شتمه وهزقه وقال له: أنا ما يهمنيش تصورني، وديها بقى للمخابرات أو حتى وديها للسيسي، أنا محدش يعرف يعمل معايا حاجة. في النهاية مستنيين نشوف آرائكم وتعليقاتكم على فيديو النهاردة. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.